عارفين يا حبايبي لما احنا بنقول إيه الجمال عدى الكلام؟ اه يا امان، يعني ايه الجمال عدى الكلام؟ يعني الجمال عدى الكلام. بصوا النهارده باذن الله هنعمل مع بعضينا تحليه سهله وبسيطه، ولا دقيق ولا بيض ولا نشا ولا اي حاجه من الدوشه دي كلها، وكمان على البارد. بصي فرحي نفسك وفرحي اولادك باي حاجه ان شاء الله تكون بسيطه. طب انتي ما قلتلناش احنا هنعمل ايه؟ تعالوا كده مع بعضينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. بس قبل ما ندخل كده على الفيديو، عايزاكم ما تنسوناش باللايك يا بنات والشير والاشتراك في القناه. وتعالوا ندخل نشوف ايه الجمال اللي عدى الكلام ده. بصوا يا بنات، هنا معايا حوالي كيلو من البطاطا. يعني الجمال اللي عدى الكلام ده بطاطا يا اماني، بطاطا. كل اللي احنا هنحتاجه في مكونات النهارده حوالي نص كيلو او كيلو من البطاطا. بس انا الصراحه اللي كان عندي ده كان عندي كيلو بطاطا. هنغسله كده غسله كويسه، وهنشيل اي حاجه فيه طبعا من اللي انتوا عارفينها كده. اي حاجه تبقى موجوده في البطاطا نشيلها بالسكينه، وهنغسله غسله كويسه. وهنجيب حله عندك كده وسكينه، وتعالي نقطع كده البطاطا بتاعتنا ونطلع بيها ايه فين بعد كده. نطلع بيها على النار. قطعي كده البطاطا بتاعتك تقطيعه كده كويسه، وتعالي حطيها في شويه ميه على النار وسيبيها لحد ما تستوي الاستوى الكامل اللي احنا هنحتاجه للوصفه بتاعت النهارده يا بنات. بصوا الميه بتاعتها نقصت ازاي اهي، استوت استوى كامل. احنا محتاجينها تستوي استوى كامل، ما تبقاش لسه فيها حاجات قاعده من جوه ماسكه نفسها ولا حاجه، لا. احنا عايزينها، بصوا انا هرستها لكم كده بالشوكه وهي في الميه عشان تعرفوا ان احنا محتاجينها تبقى مستويه استوى كامل. تمام. تعالوا طب نصفي البطاطا كده بتاعتنا ونروح نقشرها. صفينا البطاطا يا بنات وجينا هنا وهي سخنة كده، وهنقشرها كده مع بعضينا واحدة واحدة. تمام. اول حاجة انا معلش بعتذر لكم على صوتي، والله العظيم مش قادرة اتنفس. انا مش قادرة اتنفس ومش قادرة اتكلم اصلا. انا بمنتج الفيديو ده وانا والله على السرير، فمعلش غصب عني. قشرت كده البطاطا وهي سخنة برضو كده، وهنهرسها برضو وهي سخنة. الوصفة بتاعت النهاردة أو الفيديو بتاع النهاردة جميل ويستحق فعلا إنكم انتوا تجربوه. أنا لما بكون مجربة حاجة وبقول لكم إن هي هتطلع حلوة وهتطلع جميلة، والله العظيم بإذن الله هتطلع معاكي وهتنجح. لأن هي مش محتاجة أصلا، مش محتاجة. وصفة مغذية وسهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة عندنا في البيت. وكل اللي احنا هنحتاجه كيلو البطاطا ده وكيلو لبن، مش أكتر من كده. تمام. بس قشرت كده كل كمية البطاطا اللي موجودة عندي، وهجيب كده شوكة وهي سخنة برضو يا بنات، وههرس فيها كده. عايز تهرسيها بشوكة بمعلقة بأي حاجة، المهم هي بصوا هي مش هتاخد أصلا ثواني، يعني ثواني مش هتاخدها معاكي. هتتهرس كده وهتبقى زي الفل معاكي ومفيش أي مشاكل. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا أماني؟ هنجيب شفشق الخلاط بتاعنا. ماشي. وهنجيب كيلو اللبن بتاعنا وهنخليهم كده على جنب، وهننزل حبة لبن كده في شفشق الخلاط من اللبن بتاعنا. وهننزل شوية بطاطا، وبعد كده هنكمل بقية الشفشق اللبن. تمام. طب انتي ما كملتيهوش ليه؟ لاني بصوا انا لو فضيت كله لبن وهاجي احط البطاطا، بصوا إيه، هتلاقوها طرطشت كده وبهدلت الدنيا. فانتوا هتحطوا حبة لبن وبعد كده تفضوا البطاطا وبعد كده تكمليها باللبن بتاعك. طب بصوا هنا هتشوفوا انا مش عايزه اسبق لكم كده ايه الاحداث. طيب اللبن اللي هيفيض معايا ده هتعملي بايه يا اماني؟ هحطه برضو، مش هسيبه. هنا بقى هنيجي ان احنا هنحط التحلية بتاعتنا اللي هي السكر. انا هنا حطيت 5 معالق من السكر. انت عايزة هنا تحطي سكر دايت براحتك، عايزة تحطي السكر بتاعنا العادي ده براحتك. الحكاية دي ترجع لك انت. هتضربيهم كده في الخلاط ضربة كويسة، هتلاقي المكونات كلها امتزجت مع بعضيها وبقت سايلة وخفيفة، وهتلاقيها زي الفل. تمام. هتفضي كده البطاطا اللي انت ضربتيها في الحلة بتاعتك اللي انت سلقتي فيها البطاطا. طيب بقية اللبن انا هعمل بيه ايه؟ هفضيه في الشفشق كده زي ما انتم شايفين، وهرجع ان انا هفضيه تاني. هنا بقى انا في حاجة كنت نسيتها يا بنات، ونسيت ان انا اقول لكم عليها. معلش الزهايمر عالي الايام دي، معرفش فيه ايه. في كيس كريم كراميل انا كنت جايباه علشان اعزز الطعم بتاع البطاطا باللبن، وتبقى بصوا يعني جربوها. انا مش هتكلم كتير عنها، انا بقول لكم انتوا جربوها وشوفوها وشوفوا طعمها هيطلع معاكم ايه. فانا خدت من الخليط تاني شويه تاني في الشفشق، وخدت كيس الكريم كراميل ورجعت ان انا ضربتها تاني. مفيش اي حاجه، مش تجرى لي اي حاجه، هي هي.
الفرق بس إن أنا بدل ما ضربتها في الأول، لأ أنا رجعت خدت تاني يعني فضّيت تاني شوية بطاطا ورجعت ضربتها تاني أهي، وهاخد كده البطاطا بتاعتنا ونطلع فين، على النار يا بنات، على النار، إحنا هنا لا هندخّل فرن ولا حاجة، لأ على النار من برّه بتاعتنا عادي. لو أنتِ وصلتِ معايا لحد هنا ما تنسينيش باللايك يا بنات. بصوا، هتفضلي تقلبي فيها، خلي ايدك شغالة فيها، خلي ايدك شغالة فيها، اوعي تسيبيها عشان ما تشطش منك. اهم حاجة انك انتي تفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تلاقيها ابتدت تغلي معاكي. هي مش هتاخد وقت، الغليان بتاعها برضو مش هياخد وقت معاكي على النار، مش هتأخر معاكي. خلي ايدك فيها لحد ما تغلي كده. اول ما هتبدأ تغلي كده هنطفي عليها النار وهنرفعها من على النار. هنيجي هنا هنجهز بقى الحاجة اللي احنا هنصب فيها الخليط بتاعنا. عندك بولة، عندك آه، بصوا انا كان عندي البولات الازاز دي، وعندي الفنجان ده، عايزه اقول لكم ده ايده مكسوره. قلت له تعالى بدل ما انت قاعد كده فاضي، تعالى احنا هنستغلك في حاجه. والبولات الازاز دي كانوا اخر اتنين الصراحه كانوا عندي في الطقم ده، الباقي كله طبعا اتكسر كالعاده، يعني مفيش حاجه جديده علينا احنا في القصه دي. همسك الكيس اللي بيجي في الكريم كراميل ده يا بنات، وهوزعه في البولات من تحت، وهصب واحدة واحدة كده، وهرجي بالخليط وهصبه عليها. بصوا حاجة سهلة وبسيطة. فرحي نفسك وفرحي ولادك بأي حاجة، والله العظيم العيال الصغيرة دي بتفرح بأي حاجة. وبعد الوصفة بتاعتنا دي النهاردة العيال هتاكل البطاطا، هتاكلها يعني انت هتدخليها لهم في حاجة زي كده، استحالة انهم هم هيفكروا ان هي بطاطا، ولا هتحسي انك انت بتاكلي فيها كده. وهتاخدي كده اللي انت صبيتي فيهم، البولات اللي انت صبه فيها، اي حاجه عندك صبي فيها، ما توقفيش نفسك على حاجه، ودخليها جوه التلاجة. هي ساعه زمن واحده، والله ساعه زمن واحده بجد، وهتشوفي البطاطا عملت ازاي وشكلها هيطلع معاكي. بصوا حاجه كده قمر قمر قمر. هتيجي هنا بالبوس كده او بحرف المعلقه من قدام كده، وتحركيها بس شويه عشان لما تيجي تقلبيها بصي تروح طالعه معاكي اهي. بصوا، طب بالله عليكم لو انتي طلعت الطبق ده قدام اي حد كده، حد هيصدق ان دي بطاطا؟ مش هيصدقوا ان هي بطاطا. وكفايه بصوا القيمه الغذائيه بتاعتها والله العظيم. واحنا دلوقتي في الشتاء البطاطا حلوه جدا وموجوده كتير في السوق، فهاتيها واشتغلي بيها الوصفة دي، تغيير عن البطاطا اللي بالبشاميل وتغيير عن البطاطا المشوية والكلام ده. وكده كده هياكلوها، كده كده هياكلوها وهيدمنوها ويطلبوها منك على طول، مش هيبطلوا عشان تبقي عارفة. في الحبة اللي كانوا فايضين معايا انا حطيتهم فين بقى، هوريهم لكم. انا بقول لكم استنوا هوريهم لكم دلوقتي. الكمية عملت كمية حلوة، بصوا هتشوفوا دلوقتي. انا فضيتهم في علبة البلاستيك دي. بصوا الشكل، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا والله العظيم بجد تستحق انكم انتوا تجربوها. جميلة، وكل يعني كل مكوناتها موجودة عندك في البيت وسهلة، وما بتاخدش وقت منك، وزي ما احنا بنقول كفاية القيمة الغذائية بتاعتها. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا بأي حاجة ولو بسيط. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم.